لو انت رايح الجامعة خد الكتاب ده معاك. 7 عادات للمراهقين الأكثر فعالية. العادات دي بقى إيه؟ 1. كن مبادر. يعني لو دخلت المحاضرة ولقيت المدرس مش عارف يشرح هتعمل إيه؟ هتقول خلاص أنا هنام بقى في محاضراته أو مش هحضر تاني. ما كده هتسقط. ولا هتخشن كده وتقرر تحاول تفهم إن شاء الله من مدرس غيره أو من واحد صاحبك خد المادة دي قبل كده. هو الكاتب بيقول إن أنت لو سقطت يبقى غلطتك مش غلطة المدرس، أنت اللي ما كنتش مبادر وعملت حاجة تنجحك. ما هو مش كل حاجة في حياتنا هتيجي سهلة، لو حاجة مشيتش احنا نمشيها. رقم 2. حدد اهدافك مسبقا. يعني اكيد كلنا عايزين نتبسط، نعمل صحاب ونخرج ونفرفش، لكن ما تخليش ده بس هدفك، لازم يبقى عندك هدف تاني، هدف يعني غير الانبساط. تخيل نفسك كده بعد 20 سنة هتبقى عايز تبقى عامل ازاي؟ تبقى مشهور، تبقى غني، تبقى مؤثر، عايز تبقى ايه لما تكبر؟ وبناء عليه تحط الخطة. رقم 3. الاولويات اولا. وانت بقى بتحط اهدافك حط اولويات بتاعت الحاجات دي. اعمل جدول، اهداف مهمة، اهداف مش مهمة، اهداف نص نص، وتوكل على الله. رقم 4. فكر باسلوب وين وين. يعني لو بتعمل حاجة مع اي شخص في الدنيا وحصل خلاف ما بينكم، حد مثلا عايز حاجة انت مش عايزها، فكر ازاي تطلع من الموقف ده انتوا الاتنين كسبانين، عشان لا تخسروا ولا تخسر الحاجة اللي انت عايزها. وين وين يعني. رقم 5. افهم الناس تفهمك. عشان الناس تفهمك لازم انت كمان تفهمهم، وعشان تفهمهم لازم تسمعهم، وكمان لازم تفهم طريقة تفكيرهم وتحط نفسك مكانهم. لو اللي قدامك حس ان انت سامعه وبجد بتحاول تفهمه، هو كمان هيبذل مجهود ويحاول يفهمك. رقم 7. طور نفسك. لازم تطور من نفسك وتهيئ جسمك وعقلك وروحك انهم يساعدوك عشان تنجح. طور جسمك، كل اكل صحي، العب رياضة. طور عقلك بانك تقرا وتتعلم حاجات جديدة. طور قلبك بانك تساعد الناس وتعمل علاقات حلوة. واخر حاجة انك تجدد روحك، يعني قرب من ربنا كده واعمل خير وحاجات حلوة. وهي دي العادات اللي الناس الاكثر فاعلية. ها، جاهزين ولا لا؟